السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم؟ عاملين ايه؟ صباح الورد، صباح الفل، صباح الرضا. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ يا رب النهاردة يكون يوم حلو كده وكله خير وبركة بإذن الله. تعالوا كده نشوف النهاردة هنعمل ايه مع بعض. طبعا الفيديوهات انا حاسة ان انا مش راضية عنها بنسبة 100%، ولكن زي ما قلتلكوا امبارح وشرحتلكوا كل حاجة، لازم 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 اكون متواجدة بأي شكل، بحيث ان انا اعرف اعمل، يعني اعمل حاجة. القناة التانية مش عارفة، الله اعلم هيحصل فيها ايه زي ما قلتلكوا. وهنا بحاول ان انا اعمل لنفسي رصيد من الفيديوهات، فسامحوني لو مش بتلاقوا قيمة كبيرة في الفيديو او مش بتلاقوا قيمة اصلا في الفيديو. انا عارفة ان انتوا بتحبوا تسمعوني، حتى لو مثلا بنتكلم بنفضفض مع بعض، فاعتبرونا بنعمل مع بعض الفيديوهات دي نتكلم فيها سوا من ورا صورة الفيديو. يعني مفيش حاجة اشرحها، مش عارفة اقول لكم ايه بصراحة. ولكن فعلا يعني انا نفسيا مش احسن حاجة، ولكن لازم احاول امسك في اخر خيط ممكن يعني يكون في ايدي دلوقتي. سامحوني بجد، وان شاء الله باذن الله اكون دايما معاكم. بحبكم جدا في الله، وطمنوني بقى على ولادكم، الناس اللي نجحت ولادها في الثانويه العامه، يا رب كده يكون كده نجاحهم مشرف كده ومفرحكم يا رب، ويكونوا كده كل واحد جاب المجموع اللي يدخله الكليه اللي نفسه فيها وبيحلم بيها. وقلت لكم امبارح ان والله الجامعه مش مقياس، ولا الثانويه العامه مقياس، ولا اي حاجه مقياس للنجاح. الدراسة مهمة وكل حاجة، بس سبحان الله في ناس بتتخرج من كليات بسيطة جدا، اللي بين قوسين كده بيسموها كليات الشعب، آداب، تجارة، حقوق، مش عارف، وبيبقوا أحسن 1000 مرة من ناس اتخرجت من كليات قمة، اللي هي برضو بين قوسين طب وهندسة وصيدلة وحاسبات، الحاجات اللي هي انتوا طبعا عارفينها، هو علوم الكلام ده كله. فالمهم عندنا هو ان الولد او البنت ينجح بعد كده في حياته ويثبت وجوده. وربنا يا رب يوفق ولادكم جميعا يا رب، ويجبر بخاطركم ويعوضكم خير. والناس يا حبايبي اللي اتظلموا في النتائج ربنا يكون في عونكم. سمعت كده في الاخبار ان كان في لخبطه في اذاعه النتيجه او في ظهور النتيجه. كان في مواقع بتفتحي بتلاقي رقم جلوسك بدرجات، ممكن بعد الشر يعني تبقي ساقطه وتعيطي وتنهاري، وبعد كده تطلع النتيجه غلط. تدخلي تاني على موقع تلاقي النتيجة ان انتي ناجحة. ده حصل مع حد يعني مقرب جدا جدا ليا، الحمد لله. يعني كانت صدمة فظيعة. الاول طلعت النتيجة عالية جدا، وكنا بصوا يعني عايزة اقول لكم مزقططين. وبعد كده قالوا لا، ده الموقع ده فيك، الموقع الاصلي بتاع وزارة التربية والتعليم، ادخلوا عليه وشوفوا النتيجة. وبالفعل ده اللي حصل، دخلوا شافوا النتيجة ولقوا تقريبا يعني مش عارفة اقول لكم ايه، والله النتيجة كانت صعبة جدا جدا، بس لعله خير الحمد لله. ربنا ما بيختار لناش حاجة وحشة ابدا. طبعا الولاد بتصعب علينا، وتحسوا كده بقهرة كده في قلبهم لما بيلاقوا نفسهم يعني ما حققوش حاجة سنة 12 شهر واكتر كمان، لان الولاد بتبدأ في 7، او في ناس كمان بتبدأ في شهر 6. وعايزة اقول لكم ان في ناس اصلا بتذاكر للثانوية العامة من تانية ثانوي، فالموضوع يعني بيبقى مرهق من كل ناحية. فالحمد لله، افرحوا افرحوا بولادكم، واوعوا يعني تكسروهم او تيجوا عليهم او تضايقوهم. والله بصوا كل شيء مقدر ومكتوب، سيبوها على الله، وربنا يكبر بخاطرهم يا رب. تعالوا بقى كده، انا طبعا الكحك اللي كان عندي ده، عايزه اقول لكم ان الكحك ده بصوا عسل نحل كده تحفه. من زمان قوي قوي ما شربتش الشاي، فكنا جايبين التموين اللي هو الزيت والسكر الحاجات دي، فكان معانا نقط كده، فجبنا بيها الباكيتات الشاي اللي انتوا شفتوها دي. هو مش احسن حاجة، بس كده كده يعني شغال، يعني مش وحش، يعني مش صعب ان انت تشربيه، بس مثلا مش زي الماركات اللي احنا عارفينها. وزي ما قلت لكم المرة اللي فاتت، انا ما بقتش بشرب شاي، او بمعنى اصح يعني بقيت بشربه مثلا ممكن كوباية كل كام يوم كده. يعني ممكن بشرب قهوة، بس مش بشرب شاي خالص. وبرضو الحليب مقللة منه، مش عارفة سبحان الله، الواحد ماشي على النظام ده شوية تحسه ان هو نسى الاكل، نسى الحليب، ونسى الجبنة القريش، ونسى حاجات كتير كده. احيانا النفس كده بتهف عليكي، بس الحمد لله كده احسن. يعني بالنسبة لي انا حاسة بكده براحة شوية.
ولكن لما كلمتكم قبل كده على النظام ده اللي هو يعني بين قوسين كده نظام الطيبات، انا بصراحة مسمياه انا ماشية على نظام صحي. ما باكلش الحاجات اللي بتتعبني حتى لو هي الطيبات قالت ان هي مسموحة، لا ما باخدهاش. وبرده في حاجات برده، يعني انا بحب الفراخ مش قادرة ابطلها، شوية كده وشوية كده. يعني في حاجات كده الحمد لله يعني وزنت فيها وحاسة ان انا جسمي اخف ومرتاحة اكتر والحمد لله. تعالوا بقى ننضف مع بعض كده الريسبشن. طبعا انتوا عارفين ان انا الصالون وديته شقة الاسكان، فحاطه بقى في الريسبشن الانتريه والسفرة وطبعا قعدة التلفزيون. وانا لما السجاد بتاع الشقة علشان اليومين اللي كانوا درجة الحرارة فيهم 50 دي، كانت البيت كان صعب جدا وكان حر قوي قوي. فزي ما قلت لكم كنت يعني لما شوية كده من السجاد التقيل قوي ده وفرشة اجزاء بسيطة، بحيث ان انا زي ما انتوا شايفين كده انا كل يوم والتاني بلم السجادة برميها على سور البلكونة وبكنس وباجي ملمعة كده بالملمعة او بالشرشوبة ايا كان يعني، وبيبقى البيت مرطب وجميل. وطبعا يوميا بقيت بشغل بخور ولو حتى لمدة ربع ساعة، باجي مفتحة البلكونات والشبابيك وبسيب الدنيا كده ايه تتهوى كده ويدخل لها ايه هوا نضيف الصبح كده. وطبعا شفتوا كده في بداية الفيديو الجو بقى بتاع الصبح بدري قوي ده كان بعد صلاة الفجر بشوية. حبيت ان انا كده ايه اديكوا لقطة كده ايه فيها طاقة ايجابية وشكل حلو كده للسما. تعالوا بقى ننضف مع بعض كده الجزء ده. طبعا اللي انتوا شايفينه الهيصة اللي على السفرة دي لان ترابيزة الانتريه كل ده كان عليها، فكنا بنتفرج على التلفزيون فكل ده بيبقى اعلى من مستوى التلفزيون، فشلت كل ده حطيته على ترابيزة السفرة امبارح واتساب بقى عليها. فعلا لما بيكون الترابيزة عليها حاجات كتير كده ما بتكونش مناسبة قدام التلفزيون. فلغاية لما بقى اظبط كده الدنيا، وان شاء الله برضو عايزة اعمل معاكم الانتريه ده، عايزة اعمل له كسوة جديدة. وان شاء الله انا شفت قماشتين كده عجبوني هحط لكم صورهم دلوقتي. فمش عارفة بصراحة يعني لسه مترددة في قماشة كده، هو قال لي دي نيو كلاسيك ماتشنج كده مع بعضها. استنى احطها لكم. بصوا كده يا جماعة هي دي، هما دول ماتشنج كده مع بعض، يعني حتى هو حاطط التوب ده والتوب ده تحت بعض. وبرده منها اللون التاني، انا وريتكم اللون اللي هو مايل على كافيه شوية، بصوا بقى اللون التاني ده بقى يا جماعة عجبني اكتر، بس ده اوف وايت. عايزة اقول لكم هو ابيض لونه تحفة على فكرة. الصورة اللي انا واخداها دي ظلمة جدا، انا هعمل لكم مقطع كده فيديو ان شاء الله في المحل. بس انا هنا في اليوم ده لما صورته كنت مستعجلة جدا وكنت عايزة اوري القماش لام احمد علشان تقولي رأيها فيه. هو عاجبني قوي، وبرضو ايه لما اجي بقى اخد القرار انزل اشتريه والمحل جنب البيت. هعمل لكم جولة كده واوريكم كده ايه كذا شكل ونشوف. هو عموما الانتريه قالت لي هياخد 17 متر، يعني هي بتقولي من 15 ل 17 على حسب بقى. ف هنشوف. وعلى فكرة القماش ده سعره 150 جنيه في المحل اللي جنبي، معرفش بصراحة هو سعره كده كويس ولا لا. بس هشوف برضو، هسأل برضو في محل كمان كده مشهور عندنا في البلد، هشوف القماش ده كويس. لان طبعا يعني التنجيد بقى انت مش هتنجدي كل شوية، فلو هتعملي حاجة يبقى من البداية حاجة كويسة. برضو هي قالت لي عايزة اعمل لك الكراسي بتاعة السفرة، وهي بتقول لي يعني على الحكاية دي من زمان قوي، يعني بتقول لي نزلي لي الكراسي اعملها لك، تنجدها لي يعني من الظهر وتنجد لي القعدة بتاعتها. بس انا متردده يعني في الحكايه دي، حاسه ان هم هيبقوا شكلهم ضخم قوي اكتر ما هم. فمش عارفه بقى، ممكن لما اجي انجد الانتريه اخد القرار ده واعمل الكراسي بتاعت السفره كمان. يعني نعمل شويه كده ايه تغييرات كده وتظبيطات، وان شاء الله يعني مش تكون مكلفه قوي. بس كده. فانا المكان الحمد لله يعني طبعا ممكن تحس ان هو مش متناسق، بس عايزه اقول لكم ان هو وسع جدا. بعد ما شلنا الصالون كان ضخم وكان واخد لحد كرسي السفره اللي انتوا شايفينه اللي هناك ده، اللي ناحيه الكرسي. كان الصالون كبير وكان واكل المساحة يعتبر. فالانتريه تحس كده ان هو صغنطوط كده ومسمسم، فتحس ان هو موسع الريسبشن قوي وبقى فيه مساحات كده للحركة كبيرة. كمان انا لفيت السفرة كده بالعرض، عطت مساحة اكبر. الكلام ده تقريبا يعني عامل الحركة دي تقريبا بقالها شهر كده او اقل شوية. فلمعت كده الدنيا، والنهاردة ان شاء الله بإذن الله اللهم صل على النبي هنزل الكراسي. الكرسيين دول هينزلوا
دول سهلين. لكن الكنبة بقى هي اللي هيكون فيه حوار كده في نزولها، لان انا خايفة اروح اشتري القماش، اشتري قماش ناقص او اشتري قماش بزيادة. فهي ام احمد عايزة الانتريه يكون قدامها عشان تقرر لي بالظبط اجيب 15 متر، اجيب 17، اجيب 20. لان هي بتقولي على حسب مثلا الدورانات اللي فيه هيستهلك اكتر، على حسب، لان هي ما شفتوش على ارض الواقع، انا وريته لها في الصور بس. فهننزل الكرسيين النهارده ان شاء الله، ولادي ينزلوهم. والكنبه بقى ربنا يستر بقى ونعرف ننزلها، لان هي عريضه وبتبقى محتاجه ونش. طبعا انا اكيد يعني مش هجيب ونش مخصوص علشان انزل الكنبه، يعني مش هدفع في ونش 3000 جنيه ولا 2000 جنيه عشان انزل الكنبه بتاعه الانتريه. بس فقلت المع كده الدنيا واظبطها كده، واديني كده مفتحه الشبابيك. الجو النهارده لطيف مش وحش، بس بيقولوا بكره في موجه حاره جامده قوي هتيجي، فربنا يستر بقى. انا كده كده طلعت السجاده في البلكونه ومش هفرشها كمان دلوقتي، يعني انا عايزه بقى لما انزل بقى الانتريه والكلام ده كله ابقى امسك بقى الريسبشن بقى بالخرطوم كده ونعمله مع بعض، وننزل الستاير نغسلها والحاجات اللي انتوا بقى ايه، التفاصيل اللي هي بتاعتنا دي. كمان بقى الولاد خلاص الدراسة قربت، اللي هي الدروس، يعني مش عارفة المدرسين مستعجلين علينا ليه كده. فنزلنا حجزنا انا وبنتي عشان انا عندي اعدادية السنة دي، مش عارفة انا خلصت ثانوية عامة السنة اللي فاتت ابني، وبعدها السنة دي ابني التاني اعدادية، وبعدها السنة اللي جاية بقى اللي هي هتبدأ يعني بنتي اعدادية برضو. فدعواتكم بجد عشان اختكم مش عارفة تفوق، كل ما فوق كده الاقي شهاده، وانتوا عارفين الشهاده دي بتبقى ضغط من كل ناحيه. فربنا يا رب كده يفرحني بيهم ويفرحكم بولادكم ويحافظ لي عليهم يا رب يا رب، بحق لا اله الا الله. فرحنا كده بولادنا يا رب. بص بقى، بمجرد يا جماعه ما بتلمعوا البيت كده وبتمسحوه بتحسوا ان انتوا مرتاحين وعايزين تقعدوا بقى كده، مش عايزين تعملوا حاجه تانية، عايزين تفضلوا قاعدين كده ما تعملوش حاجه، بس حد يعمل لكم فنجان قهوه، حد يجيب لكم اكل كده حد عندكم، او تكون عندك اكل يا سلام بقى لو من امبارح، عندك بقى حلة بامية يا سلام، عندك بقى محشي ومثلا باقي معاه مثلا شوية كفتة حبة فراخ، حتى لو محشي بس كده وهتحمري جنبه شوية بطاطس، تحسي كده ان انتي مبسوطة قوي لما بيبقى بايت عندك اكل. ولكن بقى الحمد لله يعني ربنا يدينا الصحة ونعمل كل حاجة. لمعت كل حاجة، شلت التراب، خدتوا بالكم التراب عامل ازاي؟ وده طبعا نتيجة على ان انا ما بقفلش البيت دايما مفتوح عشان الصيف بقى ومن اول المغرب ما بيبدأ كده يقرب بكون مفتحة كل البلكونات والشبابيك، بحس كده ان البيت كله هوا وكده وفي طاقة كده ايجابية. فانتوا برضو اكيد يعني بتعملوا زي كده، انا مش بنظر عليكم ولا بعلمكم والله ابدا، انا بشارك يومي وزي ما قلتلكوا محتاجة دعم نفسي جامد قوي منكم. حطوا لايك للفيديو اذا تكرمتم يعني، ودعموني بكلمة حلوة كده في التعليقات، وادعولي ربنا يجعل لي مخرج ويريح بالي، وان شاء الله انتوا كمان ليكوا بالمثل. شغلت بقى المكنسة وخلاص كده حبايب قلبي، هلم كده الدنيا زي ما قلتلكوا، انا مش همسح ولا هعمل حاجة لحد لما نشوف الانتريه ده هينزل ازاي. وان شاء الله هاخدكم معايا برضو في شراء القماش، مش هسيبكم كده ابدا يعني، عشان برضو ناخد رأي بعض، يعني حتى مش هخلص فيه غير لما نتشاور مع بعض هنا. لان انا بدل ما باخد مثلا رأيي ورأي مثلا ام احمد اللي هي طبعا بتنجد الحاجات دي انتوا عارفينها، ورأي ولادي، لا انا باخد رأي كذا حد، فكل واحد بيقول لي تجربته، كل واحد بيقول لي فكرته، فبنطلع من بعض بمعلومات وبنستفيد من بعض. خلاص كده حبايبي هفنش معاكم الفيديو. هدخل بقى زي ما قلت لكم اصحي الولاد واخليهم يعملوا بقى الانتريه، ينزلوه الكرسيين يعني مع بعض، وادخل بقى اعمل غدا. النهارده هعمل غدا كده تونه وبطاطس محمره وطعميه وحاجات كده ايه من قلب اللي هو ايه النواشف اللي في البيت، وهقضي اليوم كده وبس. وكده يومي النهارده او فيديو النهارده كده يكون خلص معاكم. معلش بقى سامحوني لو الفيديوهات يعني قيمتها مش كبيره بالنسبه لكم، انتوا قيمتكم عندي اكبر من ان انا اعمل مجرد فيديو بس كده بسيط، لكن والله غصب عني يا جماعه سامحوني ودعموني، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع الف سلامه.